السلام عليكم، معكم زكريا غولي ومرحبا بكم في كيزاكو.com. اليوم كيف عودتكم درس جديد لمادة العلوم الفيزيائية السنة الثالثة من التعليم الثانوي إعدادي. الدرس ديال اليوم الحركة والسكون، واليوم الموضوع اليوم اللي هو السرعة. إذن الهدف اليوم خصنا نعرفوا كيفاش كنعرفوا السرعة، وشنا هي السرعة، وشنا هما الأنواع ولا الطبيعة ديال السرعة اللي كاينين. إذن ما نطولش عليكم، نبداو في المحاور ديال لا فيديو اليوم. بالنسبة للدرس ديال اليوم غادي نقسموه 4 المحاور أساسية. غادي نبداو بالتقديم في المحور الأول. في المحور الثاني غادي نتناولوا وغادي نعرفوا مفهوم السرعة. في المحور الثالث غادي نعرفوا طبيعة الحركة. وفي المحور الرابع والأخير غادي نختموا كيف العادة بخلاصة اللي غادي نجمعوا فيها مختلف المعارف الأساسية والمحاور اللي تعلمنا في لا فيديو اليوم. إذن ما نطولش عليكم. السرعة في التقديم شنو سبق لينا وعرفنا في لا فيديو اللي قبل، هو أن حركة الجسم أو السكون ديالو يجب اختيار ما يسمى الجسم المرجعي. السكون والحركة مفهومان نسبيان يتعلقان بالجسم المرجعي الذي يدرسان فيه. مسار نقطة من جسم هو الخط المستمر الذي يصل مجموع المواضع المتتالية التي تحتلها هذه النقطة أثناء حركتها. وتصنف الحركة بصفة عامة إلى نوعين: حركة الإزاحة وحركات الدوران. دابا كيف عرفنا وسبق لينا وتعلمنا هذه المعارف اللي عرفناها دابا في التقديم، شنو هي هذه السرعة وشنو هو المفهوم السرعة وكيفاش كنديروا طريقة الحساب ديال هذه السرعة. إذن السرعة المتوسطة لمتحرك هي خارج قسمة المسافة المقطوعة d على المدة الزمنية المستغرقة t، وكنعبروا عليها بالمعادلة ولا بالعلاقة التالية: v = d على t. d اللي هي المسافة و t اللي هو الزمن. d هي المسافة المقطوعة والوحدة ديال المسافة هي المتر. بالنسبة ل t فهي المدة الزمنية المستغرقة لقطع المسافة d، والوحدة ديالها في النظام العالمي للوحدات هي سكوند الثانية. وبالنسبة ل v فإنها هي السرعة المتوسطة، ووحدتها في النظام العالمي هي متر بار سكوند. ملحوظة: تستعمل أيضا كوحدة للسرعة المتوسطة الكيلومتر في الساعة، كيلومتر باغ اور، حيث 1 متر بار سكوند كتساوي 3.6 كيلومتر باغ اور. هذه هي الوحدة اللي بغينا نحولوا من متر بار سكوند الكيلومتر باغ اور. تقاس السرعة اللحظية. دابا عرفنا السرعة المتوسطة، وكاين نوع آخر ديال السرعة كيتسمى السرعة اللحظية. تقاس السرعة اللحظية بجهاز الرادار أو المصراع السيارة اللي كنلاحظوه في هذه الصورة. والسرعة اللحظية هي سرعة المتحرك في لحظة معينة. دابا كيف عرفنا المفهوم ديال السرعة، دابا شنو هي الطبيعة ديال هذه الحركة؟ بصفة عامة كتصنف لنا طبيعة الحركة إلى 3 ديال أنواع: منتظمة، متسارعة، أو متباطئة. دابا غادي نعرفوا النوع الأول ديالها اللي هو الحركة المنتظمة. نقول إن حركة الجسم ما منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة والمسافة المقطوعة خلال نفس المدة متساوية. إذن بالنسبة للحركة المنتظمة شنو نفهموا منها، ولا كيفاش نصنفوها، ولا كيفاش نعرفوها؟ إلا خدينا على سبيل المثال الحركة ديال هذا المتسابق، فإنه كيقطع لنا نفس المسافات بسرعة ثابتة خلال نفس المدة الزمنية. إلا لاحظنا جميع فإن المسافة المقطوعة ما بين هذه النقطة اللي كتنتمي لنا هنايا نفس المتسابق وهذه المسافة هنايا فإنها نفس المسافة d. إذن d نفس المسافة خلال نفس المدة t، والسرعة ديالو كيفاش كتبقى؟ إذن v كتبقى كونستانت. كيف سبق لينا وعرفنا أن v هي d على t. t عندنا ثابتة
والدي حتى هي ثابته. وفي هذه الحاله فانه غادي نحصلوا على في ثابته، وما كنقولوش في ثابته، كنصنفوها بالحركه منتظمه. اذا اللي نعقلوا عليه جميع انه عندما تكون حركه الجسم ما منتظمه كتكون السرعه ديالو ثابته والمسافه المقطوعه خلال نفس المده متساويه. بالنسبه للحركه الثانيه اللي هي حركه متسارعه، نقول ان حركه الجسم ما متسارعه اذا كانت سرعته تزداد اثناء حركته، والمسافات المقطوعه خلال نفس المدة الزمنية تتزايد. إلا خدينا على سبيل المثال الحركات ديال نفس المتسابق، ولكن في هذه الحالة المسافة هنايا فهي d1 والمسافة هنا على سبيل المثال فهي d2. وكنلاحظوا جميع أن d2 كبر من d1، أنه المسافة المقطوعة كتزاد والسرعه ديالو حتى هي في كتزاد. اذا حركه كنقولوا ان الحركه متسارعه الى تزادت لنا السرعه، وبالتالي المسافات المقطوعه خلال نفس المدة الزمنيه كديره كتزاد في هذه الحاله. دابا بقى لنا الا نعرفوا الصنف الاخير ديال الحركه اللي هو حركه متباطئه. في هذه الحالة كنقولوا إن حركة جسم ما متباطئة إذا كانت سرعته تتناقص أثناء حركته والمسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية تتناقص. وغادي ناخذ دائما الحركة ديال المتسابق ديالنا، ولكن في هذه الحالة الحركة ديالو غادي تناقص. الحركة ديال المتسابق ديالنا غادي تناقص. غادي نلاحظوا في الاول انه الا خدينا المسافه المقطوعه هنايا فانها d1 والمسافه المقطوعه على سبيل المثال هنايا فانها d2. وكنلاحظوا جميع ان d1 كبر من d2، اذا في هذه الحاله المسافه d تتناقص. إذن السرعة ديالو وبالتالي السرعة ديالو في تتناقص. وفي هذه الحالة كنصنفوا الحركة ديالنا بحركة متباطئة. وبهذا المحور الثالث ديال طبيعة الحركة والنوع ديال الحركة المتباطئة كنكونوا سالينا هذا المحور ديال طبيعه الحركه. وما بقى لنا دابا الا نختموا لا فيديو اليوم بالخلاصه اللي غادي نجمعوا فيها مختلف المعارف الاساسيه والاستنتاجات اللي تعلمناها في لا فيديو اليوم. اذا حاجه مهمه ورئيسيه اللي تعلمنا اليوم هي الوحده ما بين المسافه السرعه والزمن اللي كتعبر لنا على اللي كنعبروا عليها بالعلاقه التاليه في تساوي دي على تي. الدي ما نساوش بالمتر، بالمتر، والتي في النظام العالمي فإنها بالسكوند، وبالنسبة للفي فإنها بالمتر باغ سكوند. وكنصنفوا طبيعة الحركة بصفة عامة إلى 3 ديال الأنواع. حركة جسم متحرك تتزايد، إذن حركة متسارعة. وكاين واحد الحالة الثانية أن حركة الجسم كتكون لنا ثابتة، في هذه الحالة كتكون حركة منتظمة. وفي الحالة الأخيرة كاينة حركة الجسم تتناقص، وفي هذه الحالة كنصنفوها بحركة متباطئة. بهذه الخلاصة ما بقى لي إلا نشكركم على الانتباه ديالكم. نتلاقاو فيديو جديد من فيديوهات كيزاكو.com.